ليه؟ عشان لابس ابيض. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ اهلا كابتن مصطفى. دكتور ازيك حبيبي؟ عبد الله بكري كده يعني بيضيع شويه وقت وبياخد خلاص يا امام، خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، ملهاش لازمه يا جماعه. ايه يا جماعه في رمضان، في رمضان، في رمضان، في رمضان. ايه يا جماعه في ايه؟ استهدوا بالله، في رمضان يا جماعه، استهدوا بالله، استهدوا بالله، استهدوا بالله. انذار على امام عاشور وانذار على عبد الله بكري. خلاص يا محمود يا حماده، يا رجاله يا رجاله، خلاص خلاص. برافو عليك. حلو ده السؤال، اهو ده السؤال الجميل. لماذا ربط؟ لان اليوم اللي قبليها كان مصطفى يونس مع انصار شفيق وما زلت وبيحتفلوا بفوز شفيق. مش انا كنت معاكم بقول الكلام ده؟ انت عارف لما تروح تحتفل لفريق وتاخد خرم؟ او ده كان الخرم. ما انت عشان انت ما انتش عارف. مصطفى يونس في نهائي كاس مصر 78 خرم في ماتش اهلي وزمالك، في ماتش مصر وتونس خرم. فدي كوره احنا عارفينها. احترم نفسك، احنا عارفينها. احترم نفسك. مصطفى يونس هو اللي عمل المكان ده، وهو عمل الحته ديت. مصطفى يونس المكان اللي انا بلعب فيه مش خرم. مصطفى يونس عمره كان خرم. مصطفى يونس مش خرم. مش ماتش تونس كان فيه خرم؟ لا ما كانش فيه خرم. امال كان ايه؟ كان انت ما تعرفش حاجه اصلا، كنت انت لسه في اللفه. انت لو تعرف الاحداث 78 كنت دكتور يا استاذ طوني، يا استاذ طوني، استاذ طوني. عارف يعني ايه طبيب؟ 78 دي ماتش مصر اللي احنا كسبناه 3-2 هنا، اللي بيتكلم عليه البيضاء اللي ما يعرفهاش مبططه ولا مدوره. ايه دخل ده بالخرم؟ ما انا بقول لك انت انت ايه علاقتك بالكوره؟ ده انت شفتك لابس شورت قلت ايه ده؟ يستر صار اللي ماشي في الملعب ده، لقيتك انت. دعونا انا شتان. شتان، ما انا ده اسلوبك. الخرم ده مش شتان، واللي انت كاتبه ده مش شتان، واللي انت منزله على موقعك دوت مش شتان. انت مش قالي ده قبل بوقت؟ ما بقى انا ارى العلاء صديق. الشمال عاليه بوم كروز لاين تقع منه في صفار. حاسب كده، حاسب كده. في لاعب من الزمالك واقع. يا ولد يا ولد المين. انا في متوتر. وادي خاص سعيد بيعيد الكوره تاني مره ثانيه عاليه. ادي اول باور اسلام. على نبيل محمود بيقع في الارض. اللعب للامام والجديه الاثنين دول ماسكين بعض من الصبح بس احقاقا للحق. يعني ميدو غلطان. انا بقول لحضرتك انا كان يكفي انك قعدت في بيتك مش عارف مش لاقي شغل لغايه دلوقتي. انسى بقى العروض اللي جايه لك وعمرو عفيفي وعمرو الفيه والكلام ده كله، كل ده وانت واخد بالك. بتضحك على يا شوبير. يعني مش على يا شوبير. محمد حمص واخدها على شماله، لكن لعيب كويس محمد حمص وخد فرصته في اللعب الدولي. عنده 22 سنه. شكل مش كويس الحقيقه بين لاعبي النادي الاهلي. والله العظيم ده احنا شفنا ده زمن تحفه. طبعا والله زمن تحفه. اكيد لازم يبقى زمن تحفه. هو لعيب كوره على دماغنا فوق، صحيح عنده كذا غلطه زي الخرم ده والخرم ده، بس ده موجود في كره القدم. انما اعلامي بأمارة ايه؟ مش انت اللي تقول. رحنا لمكان تاني، رحنا على يعني انا تحولت الى مذيع مستمع. بالظبط. جميل ده. بس فاهم. لا انما هو ما كانش فاهم. ايوه مذيع مستمع. يا سلام ده. قول يا عم توني قول. مالك؟ اصل ده كاركتر غريب اصلا. يعني هنشوف اهو ادي اللقطه. هل من حق الحكم ما بيه ان هو يعمل اي حاجه، يدي انذارات، يدي طرد، يدي اي حاجه؟ فجمال حمزه بيقول له انت ما تعرفنيش، ده انا جمال حمزه، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ وريكاردو طبعا مش واخد باله الصراحه، هياخد باله بعد القلم ده. وانما عموما لقطه يعني هنشوف ايه فحواها. استاذ مرتضى برحب بيك. استاذ اسلام ازيك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ كويس؟ بس عايز استاذ رضا، هو حضرتك مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ طيب استاذ مرتضى مؤهلك ايه؟ يعني ايه الشهاده اللي معاك ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ مؤهلك ايه؟ الشهاده اللي معاك ايه؟ جاهل. نعم؟ جاهل. جاهز ايه مش فاهم؟ هي دي مالها بلعيب الكوره؟ وهي مالها انت باللي عمال تخرفه من الصبح وانت قاعد؟ لا انا ما بخرفش. عيل دبلوم صنايع، امير ده ضابط شرطه محترم، تتكلم عنه اتكلم بادب واحترام. لا طبعا، لا الكوره ما فيهاش ادب واحترام يا سياده المستشار. لا مش هسمع.
مش هسمع. اسمع انت بقى، الكوره مالهاش دعوه لا بدكتور ولا بمهندس. خلينا نسمع كابتن رضا. كابتن رضا خلينا نسمعه. يعني ايه دخل المؤهل؟ خلينا دخل المؤهل في الكوره. خلينا نسمعه وبعدين نعقب. خلينا نسمعه. اتفضل يا استاذ مرتضى. انت هيج ليه؟ اسمع، ما غير ما تهيج. انا بسالك سؤال واحد، حضرتك مؤهلاتك ايه بس؟ انا معايا بكالوريوس مع التعاون. مع التعاون، يبقى ما بتتكلمش عن الباشا امير ضابط الشرطه المحترم. ده رقم ده الكلام ده لو في الاسم. كمل كلامي وبعدين ما لا لا معلش. منطقة الجزاء شريف أشرف، والله هداف شريف، أحرز هدف ما حدش كان يعني بينتظره ولا متخيله جوه المنطقة في منتهى الخطورة، لكن خارج الملعب وضربة مرمى. عادي صديق وشادي محمد وصبحي لشادي محمد كارت احمر. شككت في حسن حمدي المحترم الخطيب القيمه والقامه. انا كنت معترض على سياسته، مش بشتمهمش. كل ده مش شتيمه؟ لا مش شتيمه، بحقائق وبوقائع. ووقائع والباشمهندس عادل القيع اللي كله بوقائع يا بيه وورق يا بيه. وكل ده ورق عشان انا بحب النادي الاهلي. الكابتن طب ما انت طلعت شتمتني في حسن حمدي والخطيب لما اتقابلنا مرتين ثلاثه انا وانت والعمولات، وقلت انت اللي قايل لي انه بياخدوا 7% من ثمن النحاس، مش انت اللي قايل لي؟ لا ما حصلش. وحياة امي حصل، والناس عارفه ان انا ما بكذبش. المعلن بيجي يعلن ليه؟ اعلى نسبه مشاهده الان لقنوات العار والدعاره. بالظبط، كل اسف. صح. اعلى نسبه قنوات الاباحيه فيهم دول. قنوات الافلام الاباحيه دي حلوه قوي. دي ملائمه ليك ديت. القنوات دي على فكره مظبوطه، تمشي معاك قوي القناه دي. اتفضل يا استاذ. لا تعليق في هذه هو لا تعليق. عندما يتحدث بهذه الطريقه فلا تعليق. بتقول قناه الدعاره والاباحيه هي اللي اعلى مشاهده. ايوه لا يا حبيبي، انت اتفرج عليها انت. رمضان صبحي يبدو في كوره كده تدخل فيها وحماده طلبه عمال يكمل فيه. ما يصحش الكلام ده خالص خالص خالص. عيب 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 عيب. حجازي تدخل على طول لنادي الزمالك. وبالفعل مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء هذا اللقاء، نهائي كأس مصر. ظهرت عليه بوادر العقل فجأة وبقى قايم بدور الحكيم على أرض الملعب. وادي المشهد بتاعة رمضان صبحي، فمش عاجبهم لعيبة الزمالك ونزل حازم إمام. ما يجب ان انت تنزل ابدا يا حازم. حماده طلبه متعصب زيادة، وحسين السيد بيقول له خلاص بقى عيب، مالكش دعوة انت. يبدو ان هم اصدقاء لانه سمح له انه يمسكه من التيشيرت بتاعه. انا طلع اسكت انت تسمع. انت لو سمحت انت لا هو اسمع لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. سمير فكري يضيع فرصة هدف مؤكد، ومرة أخرى المرة دي سمير يعمل فاول مع عصام صبحي، وانفعال كبير من عصام صبحي على زميله محمد بيومي، وخناقة داخلية بين عصام وبيومي، وإنذار لبيومي. على امل ان ينتهي هذا اللقاء بمصافحه اذا امكن. لا مفيش مشاكل طبعا. لا على الهواء اتمنى هذا الموضوع. شكرا لكم مشاهدينا، والى اللقاء في حلقه جديده من اجرأ الكلام.